يا ترى تختار لبيتك انه الإضاءة الورم الصفراء ولا الإضاءة البيضاء؟ أنا جون سامح، مجموعة الفادي للأدوات الكهربائية. يلا بينا. اختيار درجة الإضاءة المناسبة من الحاجات اللي بتشغل تفكير ناس كتير وهي بتشطب شققها أو وهي بتشتري لمباتها. قبل ما أكمل كلامي، لو أنت متعود على لون إضاءة معين بترتاح فيه وما بتحبش اللون التاني، فاعتبر إن أنا مش هقول أي حاجة مفيدة ليك، وعادي جدا ما عندكش أي مشكلة. كلامي اللي أنا هقوله ده بناء على الأبحاث والتقارير اللي بتتعمل كل فترة. الأبحاث والتقارير بتقول إن الناس اللي بتحب الإضاءة البيضاء هي ميالة أكتر للحياة العملية، عشان كده دايما إضاءة المستشفيات والعيادات أو المدارس أو المكاتب واماكن الشغل دايما بتكون بيضة، لان الاضاءه البيضاء بتساعد على التركيز اكتر في الشغل. اما الاضاءه الصفراء فهي اضاءه بتساعد اكتر على الهدوء والاسترخاء وان انت تريح كده. عشان كده معظم الفنادق والمطاعم والكافيهات بتختار دايما الاضاءه الورم في الديكورات بتاعتها. طب نعمل ايه؟ احنا ممكن نوزع الاضاءه في الشقه عندنا، بحيث ان بعض الاماكن تكون الاضاءه بتاعتها بيضة وبعض الاماكن التانية تكون الاضاءه بتاعتها اصفر او ورم. الاماكن اللي تكون اضاءتها بيضة هي الاماكن اللي هيكون فيها مذاكره، او لو انت عامل مكان في البيت مخصص انك تشتغل منه، او المطبخ. اما الاضاءه الصفراء ممكن نستخدمها في اوض النوم واوض المعيشه، عشان اضاءه مريحه للعين والاعصاب وبتساعد اكتر على الاسترخاء. زي ما قلت لك في الاول، لو انت متعود على لون اضاءه معين فطبيعي جدا انك ما تبقاش قابل اللون التاني، وده عادي جدا، لان في الاول والاخر الموضوع نسبي وبيختلف من شخص للتاني. طب لو انت حد بتحب الاضاءتين، بتحب الاضاءه البيضاء وبتحب الاضاءه الصفراء، تعمل ايه؟ في الحقيقه اللمبه اللي كانت معايا دي في اول الفيديو بتنور اللونين، بتنور ابيض وبتنور اصفر. كل ما بتطفي وبتنور اللمبه من المفتاح بتغير الاضاءه بتاعتها على حسب احتياجك للون الاضاءه اللي انت عايزه. اللمبه دي من شركه سراج، هي شركه من الشركات الكبيره في مجال الليد والاضاءه. اللمبه زي دي عليها ضمان 3 سنين، متوفره بمقاس 9 واط، ومتوفر منها اللمبات البلحه بتاعه النجفه، وكمان اللمبه الكاسه بتاعه الظبط. جميع منتجات شركه سراج برضو متوفره في مجموعه الفادي للادوات الكهربائيه. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وفولو، وتكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله او لو في اي مواضيع حابين ان انا اتكلم فيها. انا جون سامح، مجموعة الفادي للادوات الكهربائية، وكنت جاي عشان اقول لك